السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، حياكم الله سبحانه وتعالى. سؤالي هنا مخصص عن الطريقة الكركرية. الطريقة الكركرية انتشرت انتشارا كالنار في الهشيم. لماذا؟ لأن فيها عبادة الشياطين. هذا شيخهم، وهو شيخهم من الجزائر، أصله من الجزائر، وهو فوز الكركري، قال لك يذهبون إليه ويأخذون منه البيعة. قال لك أنزله الله، هالسيد هذا قال لك أنزله الله، رجعوه نبي، ما بقاش بشر. رسول الله كان نبيا وكان أفضل الناس، ومع ذلك قال في كتابه العزيز: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الكركري هذا قال لك يفرق الأنوار في العروي. اللي يبغى النور يمشي للعروي يجيبه، اللي يبغى النور يمشي للعروي يجيب النور من عند الكركريين. الكركريين كيفرقوا الأنوار في التزتوتين العروي. هذا السيد هذا متكبر ومتبختر. الله سبحانه وتعالى أبغض المتكبرين. الله سبحانه وتعالى أبغض الذين يتكبرون في الأرض. قال لك من عترة النبي. فوز الكركري قال لك من عترة النبي. انظروا من عترة النبي. وش أبو لهب ليس من عترة النبي؟ وش أبو طالب ليس من عترة النبي؟ ماذا قال الله؟ ماذا أنزل الله عن أبي طالب؟ وكان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي طالب دفع عن رسول الله وهو كان على دين قريش. لما نزل عليه الموت قال له رسول الله: يا عمي قل لا إله إلا الله في وذني أشهد لك يوم القيامة. قلها أسمعك أشهد لك يوم القيامة. قال له: لولا المنامة وحذر مسبة لقلتها. خاف يضحكوا عليه قريش يسبوه في أزقة مكة، ومات على ملة عبد المطلب. لما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سأستغفر لك ما لم أنه عنك. أنا سأستغفر لك ما لم أنه عنك. ثم نزل قول الله تعالى: وما كان للنبي، اسمع الكركري، وما كان للنبي أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذا أبي طالب. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال لرسول الله: لا تستغفر له. لماذا؟ لأن مات عن الشرك والعياذ بالله. وأنت تقول أنا من عترة النبي وأنت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار والعياذ بالله. وأنت تفرق الأنوار في العروي. أنت تفرق الأنوار في العروي. ماذا تستدلون بسورة النور؟ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. زد يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا التفسير الذي فسرتموه أنتم ليس بتفسير الصحابة الكرام. نحن نفسر القرآن كما فسره الصحابة الكرام، كما فسره أبو بكر الصديق، كما فسره عمر بن الخطاب، كما فسره عبد الله بن عمر، كما فسره عبد الله بن عباس، وليس كتفسير الكركريين.
وليس كتفسير الكركريين. يفسرون القرآن على على هواهم، بالله تنبات، على هواهم، يفسرون القرآن على هواهم. إذن إخواني أخواتي، هذا الكركري هذا واش هو بكري الصديق كان كيعلق السبحانه، كان يميل يمينا وشمالا. واش هو بكري الصديق كان كيضرب البيانو. واش هو بكري الصديق كان يركب الزودياك 12 المترو كيمشي فيها في البحر وفي البيسيناس. هذا يكذب على الناس وهو متدلس ويدلس على الناس والعياذ بالله. إخواني أخواتي، وكتبوا لي في التعليقات إن شاء الله تعالى. اللي بغى يسبني يسبني أنا. الكركاريين كيسبوني. قال لي واحد هنا كتب لي قال لي هذاك سيدك أنت وليس سيدي أنا، إنما أنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الكركاري. التكركر ديالكم، هذاك التكركر ديالكم. أنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.